سنتعرف في هذا المقطع عن حقيقة تخلي الملاكم الأسطوري أولكسندر أوزيك عن أحزمة الملاكمة، وهل حقا سيصبح الملاكم واردلي بطل وزن الثقيل الجديد؟ ولكن قبل البدء ندعوكم مشاهدينا الأعزاء بأن تدعمونا عن طريق ميزة التشكرات لنستمر معكم، ولا تبخلوا علينا بالدعم. الملاكم أولكسندر أوزيك هو واحد من أقوى وأشهر الملاكمين في العالم حاليا، ويعتبر من أفضل من حمل لقب الوزن الثقيل في العصر الحديث. يملك جنسية أوكرانيا، والمزداد بتاريخ 17 يناير عام 1987، وطوله حوالي 191 سنتيمتر، وكان سابقا بطل وزن الثقيل الخفيف، ويقاتل حاليا في فئة الوزن الثقيل في عالم الملاكمة. إنجازات أوزيك: حيث كان أوزيك بطل الوزن الثقيل الموحد بعد الفوز على تايسون فيوري في عام 2024، وكان أول ملاكم في التاريخ يفوز ببطولات الوزن الثقيل الخفيف ثم يصعد ويحصد لقب الوزن الثقيل الموحد. لم يخسر أي نزال في مسيرته الاحترافية حتى الآن، ويملك في سجله الاحترافي بالملاكمة حوالي 24 انتصارا، من بينها 15 بالضربة القاضية وبلا أي هزيمة. أسلوبه القتالي: أوزيك معروف بالسرعة العالية رغم الوزن الكبير، ذكاء تكتيكي وتحركات قدم ممتازة، قدرة كبيرة على المناورة وإرباك الخصم، دفاع قوي وضربات دقيقة بدل القوة العشوائية. يلعب بأسلوب ساوث باو أي مضاد لليد اليمنى، مما يجعل التعامل معه صعب. أشهر خصوم ألكسندر أوزيك والذي واجههم حتى الآن: تايسون فيوري، ففاز عليه وأصبح بطل العالم بعد الموحد. أنتوني جوشوا فاز عليه مرتين. ديريكت شيسورا فاز عليه أيضا. كما فاز على مراد قصيف.
مكانة ألكسندر أوزيك في عالم الملاكمة، حيث يعتبر الكثيرون اليوم أنه أفضل ملاكم وزن ثقيل في العالم من الناحية التقنية، ويقارن بأساطير مثل محمد علي ولينوكس لويس بسبب مهاراته العالية وليس فقط قوته. حيث أعلنت منظمة الملاكمة العالمية أن ألكسندر أوزيك تخلى عن لقبها في الوزن الثقيل بعد أن أبلغها بأنه لن يخوض نزال إلزامي أمام البريطاني فابيو واردلي. وقالت منظمة الملاكمة العالمية إنها تلقت اختيارا رسميا من فريق الملاكم الأوكراني ذو 38 عاما، مؤكدة أنه اختار التخلي عن اللقب بعد دراسة متأنية. فمن المتوقع أن يتم ترقية ووردلي ذو 30 عاما ليصبح بطل الوزن الثقيل في منظمة الملاكمة العالمية عقب قرار أوزيك النهائي. ولا يزال أوزيك يحتفظ بألقاب رابطة الملاكمة العالمية ومجلس الملاكمة العالمي والاتحاد الدولي للملاكمة في الوزن الثقيل، بعدما استعاد الأخير في ديسمبر كانون الأول عندما أسقط البريطاني دانييل دوبوا ليستعيد مكانته بصفة البطل بلا منازع. وأصبح أوزيك بطلا موحدا ل4 أحزمة في مايو عام 2024 بعد فوز على تايسون فيوري، قبل أن يتخلى عن لقب الاتحاد الدولي للملاكمة في الشهر التالي بسبب التزامات إلزامية مرتبطة بجولة إعادة. وأشاد غوستافو أوليفيري رئيس منظمة الملاكمة العالمية بأوزيك في بيان مؤثر واصفا إياه بأنه بطل أبطال. وقال أوليفيري: تعرب منظمة الملاكمة العالمية عن احترامها العميق وإعجابها وامتنانها لألكسندر أوزيك البطل العالمي بلا هزيمة في فئتي وزنيتين ضمن المنظمة. مسيرته تعد واحدة من أكثر المسيرات الاستثنائية والتاريخية في عصر الملاكمة الحديث. وأكدت المنظمة أن أوزيك جسد كل الحقوق والامتيازات والشرف المرتبطة بلقب البطل الفائق في منظمة الملاكمة العالمية. وأضافت: نقبل ونحترم قراره بالتخلي عن لقب الوزن الثقيل الفائق في منظمة الملاكمة العالمية. هذا ليس وداعا، بل كما عبر فريقه توقف محترم. أبواب منظمة الملاكمة العالمية ستظل دائما مفتوحة أمام ألكسندر أوزيك وفريقه. كما دافع ألكسندر أوزيك عن لقب منظمة الملاكمة العالمية 4 مرات خلال فترة حمله للحزام. وفي يوليو الماضي أمرت منظمة الملاكمة العالمية ببدء مفاوضات لنزال إلزامي أمام بطلها المؤقت جوزيف باركر، مانحة الطرفين 30 يوما للتوصل إلى اتفاق قبل اللجوء إلى مزاد العلني بين المروجين لإقامة النزال. وظل باركر الذي فاز باللقب المؤقت العام الماضي أمام تشانغ زيلي واحتفظ به في فبراير بإسقاط مارتين باكولي بطل المنظمة في ذلك الوقت. With an unimpeded left counter shot, but that's all right. Usyk is in charge. Roy Jones. You know, doesn't get any better than that. And Usyk, a Capricorn in this fight. Jim? Nchunu has done his best fighting of the fight in the last 20 or 30 seconds. After going down for the second time, and there. The venture a little bit south there, Usyk. Oh, lovely. That was great work again for Usyk, and Dubois touchdown! He's got it where he wants it. Down again! Near the ropes, that left hand to the body caused him to wilt. Again, he's trying to fight his way out of the corner. Uppercut ripping through the middle. Robert Bird poised, taking a close look at Marco Huck. All of his strength being put to the test. Usyk working away furiously. Shots underneath. Robert Bird has stepped in. وبهذا وصلنا لنهاية المقطع. أتمنى أن ينال إعجابكم وإلى اللقاء.